السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم في مطبخ امي مي راح نديروا مع بعض طاجين الحلو باشتراك مع قناه الاخت مروه الجزائريه. هي دايره البن بطريقه سريعه حلو. نبداو بسم الله. المقادير عندنا لهنا هاي العين بقره، عندنا المشماش، عندنا الزبيب، عندنا طرف اللحم اللي كنت قطعتهم صغار، وعندنا ماغارين، وعندنا نص كيس سكر وشويه ما زهر والماء باش نمرقوا البوبيطه تاعنا. نبداو بسم الله. رايحين نحطوا البوبيطه تاعنا فوق الغاز. بعد ما حطينا البوبيطه تاعنا فوق الغاز رايحين نديروا فيها حوالي 2 مغارف صغار يعني تاع ماغارين، رايحين نلوحوا طرف اللحم تاعنا والعود تاع القرفه، خليو اللحم تاعنا داك يتقلى في هذيك الزبده. رايحين نخليو اللحم تاعنا يتقلى، نرجع ليهم فيما بعد. لهنا انا حزنا العين وحدها والمشماش والزبيب وحده. لهنا العين نلوحوها هي الاخرى، رايحين نديروا فيها نص كاس تاع السكر، حوالي 4 مغارف تاع مزهر. خليوها هكذا، نحطوها بجيه ونخليوها. بعد ما تقلى اللحم تاعنا في الماغارين ولا الزبده، لهنا رايحين نمرقوه. حوالي 2 كيسان ماء، خليو اللحم تاعنا يطيب، نرجع لكم فيما بعد. بعد ما خشوا اللحم خشوا الطياب، رايحين نلوحوا المشماش والزبيب ونخليهم يطيبوا على نار قليله، نرجع لكم فيما بعد. لهنا بعد ما لحنا المشماش والزبيب نصفت يعني يسمى نقصت لاصوص، زدنا لها شويه ماء وخليتها تطيب. لهنا المشماش هاو خشو طياب. في هذا الوقت نلوحوا العين مع المزهر والسكر. لهنا العينه ما تبطاش ثم طيب. نحركوها مليح ونخليو العين بقره تاعنا تطيب. نرجع لكم في طبق التقديم. بعد ما طاب الطاجين تاعنا طاجين الحلو، هاي لاصوص تاعو ما تخليش لاصوص هاي خثارت. لهنا نطفيو عليه، نشوفكم في طبق التقديم ان شاء الله. هاو الطبق تاعنا بعد موجد، جربوه حبيباتي ان شاء الله يعجبكم. ما تنساوش تزوروا قناه حبيبتي وصديقتي مروه الجزائريه، يعني قناتها ما شاء الله فيها اطباق رائعه، يعني ان شاء الله تعجبكم. راح نخلي لكم الرابط تاعها اسفل الفيديو. ورمضان كريم.